بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد مرجان لما خرج من البستان أسرع إلى الديوان، وتقدم إلى الملك صفوان، وأقبل عليه الوزير وسأله الأمير، فحكى لهم كل ما رآه وحديث صاحبة القصر إياه، ووصف لهم حسنها وما دار بينه وبينها، وقدم لهم سلة الذهب وفيها عناقيد العنب. عندئذ تملكهم العجب وهم يقلبون عناقيد العنب، ثم تطور العجب وانقلب إلى فضول، وأقبل بعضهم على بعض يقول: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. الواحد هيكدب عينيه. ثبت دهب رنان. شوف يا مولاي السلطان، دهب دهب. حاجة ليها العجب. شايف مولاي العنب؟ 3 عناقيد عنب في قفص دهب، واحد لونه أسمر زي العنبر، والتاني زي الزبرجد الأخضر، التالت اللي زي الياقوت الأحمر. وحلو زي السكر. حلو زي السكر. انت زرته في السكة يا مرجان؟ أنا زرته؟ أمال عرفت حلاوته إزاي إذا ما كنتش دقته؟ الأمر ما يستغناش، وهو في طريقه يبل ريقه. لا أنا طبعا الواحد يبل ريقه، طباخ السم بيدوقه. المهم، أيوة خلونا في المهم. قول لي يا عم مرجان، قالت لك إيه وأنت في البستان؟ ما أنا قلت لكم كل اللي حصل وكان. قول لي كمان، سمعني رسالتها تاني يا عم مرجان. وهي بتديني ثبت الذهب اللي فيه العنب، قالت لي روح للي بعتك وقول له سلامتك، وصلت رسالتك. وإيه كمان؟ أنت بتبعت لها رسائل يا وردان؟ ما هو يا والدي أنت يا ابني عارف معزتك عندي، وأنا ما عنديش مانع ما دام أنت راغبها، لكن أروح لمين عشان أخطبها؟ إحنا نعرف دي مين وكانت فين وجت منين وفين ناسها وأهلها. دي كلها أسرار لازم نكشف عنها الستار قبل ما نتقدم لها. وحكاية القصر اللي بيتنا وصبحنا لقيناها فرحنا، ولا حكاية البستان والفواكه اللي بتطرح من غير أوان. ما عرفش يجيب لنا السر مرجان. لو يسمح لي يا مولاي السلطان. في عندك كلام تاني يا مرجان؟ أنا بقول يا مولاي السلطان، في حتة واطية في سور البستان. يعني تقدر تدخل البستان؟ من غير ما يشوفني أي إنسان، وفيه شجرة كبيرة